الله من القصص الاجتماعية المؤثرة جدا يخبرني بها أحد الأخوة المشايخ. هو إمام جامع، في نفس الجامع هذا فيه مركز تحفيظ نساء وتحفيظ شباب وكذا، وزوجته مشرفة على تحفيظ النساء. ويقول لي فيه امرأة من المنتظمات في التحفيظ، يعني تحفظ القرآن وكذا، ومرأة ثرية ما شاء الله ومحسنة من المحسنات، تتصدق التحفيظ وسبحان الله متكفلة بالمسجد، مكيفات، فرش، أي شيء يحتاجونه، يعني امرأة باذلة. يقول سبحان الله، لكن هذه المرأة لها قصة عجيبة. يقول سألتها يوم من الأيام زوجتي، دار بينهم حديث وكذا، قالت لها أنا قصتي قصة عجيبة، اسمع قصة. تقول أنا البنت الوحيدة بين 3 إخوة، ماتت أمي، تقول وأنا يعني للساعة باقي ما تزوجت، ظليت أنا وأبوي في البيت. إخواني تزوجوا واحد ورا الثاني، وبعد مدة جاني عريس وزوجني أبوي. تقول لكن سبحان الله ما توفقت معه، أخذت مدة وطلقني زوجي، ورجعت ظليت أنا وأبوي في نفس البيت لحالنا. أخذت مع أبوي مدة، سبحان الله تعب الوالد ومات، صرت أنا لا أم ولا أبو، يعني صرت ولا زوج ولا ولد، صارت حالتي صعبة. طبعا تقول مالي غير إخواني ال3 ذولي، صرت يعني أروح عند هذا مدة وعند هذا مدة، لكنهم تقول هداهم الله كانوا يعني أساءوا معاملتي. إخواني تقول أساءوا معاملتي، وكانوا يسمعون سبحان الله كلام النساء فيه، يسمعون كلام أزواجهم فيه، ويعني أصبحت مكسورة. تقول يعني كسر نفسي عجيب. تقول حتى إني أحب العيال الصغار، أتشوق العيال الصغار، لا قعدت كذا أحب ألعب معهم، أحب أشوفهم كذا. تقول وهم يعني لدرجة إنه سبحان الله الحريم يمنعوني حتى من الأطفال. وصرت عند هذا مدة وعند هذا فترة وعند هذا فترة، وكل زي ما تقول يرميني على الثاني. تقول مع أني كنت أحاول إني أخدمهم وأحاول إني يعني أتودد، يعني مكسورة بمعنى الكلمة. تقول لدرجة إنه في واحد من إخواني مرة عزلني في البيت، أعطاني كذا غرفة كذا، وقال لي خلاص لا عاد تدخلين البيت وخليك هنا، أنت لا تزعجينا. من هذا الكلام، من هذه المواقف السيئة جدا. تقول يعني شعرت بانكسار وذل ما يعلم به إلا الله. تقول لكني لجأت للدعاء، صرت يعني أجرى الله على لساني، تقول دعوة أجراها الله على لساني، أقول دائما يا جبار أجبر كسر قلبي، يا جبار السماوات والأرض أجبر كسر قلبي. تقول أجرى الله هذه الدعوة على لساني، صرت يعني ما أصلي في الليل إلا أدعو بها، يا جبار السماوات والأرض أجبر كسر قلبي. تقول وما دريت في يوم من الأيام إلا في حركة في البيت غريبة كذا، وناس وضيوف وكذا. شوي ولا أخوي جايب لي دفتر العقد، عقد القران. جاء واحد خطبني شايب كبير في السن، تقول والله لا شاوروني ولا كلموني ولا أي شيء، أن وقعي جاك عريس وبنزوجك، زي اللي يبغون الفكه مني. تقول وطالع كأنه طالع في تاريخ الميلاد وأنه كبير عمره في 70، وهي كانت لا تزال في العشرينات. تقول شعرت بغصة ومرارة ما أقدر أقول لا، لكن مع هذا كأنها يعني أصبحت نافذة أمل، متنفس، أبى أطلع من ذا البيت. تقول وقعت على العقد ووافقت، واتفق العريس هذا مع أخواني على أنه يجي بعد 2 أو 3 يسوي الزواج. تقول طبعا العريس هذا من منطقة بعيدة تبعد عن منطقتنا تقريبا يعني 1000 كيلو، والاتفاق أنه بعد 2 3 يجي ويسوي تم الزواج. يقول أنا بعثث البيت هناك وأضبط البيت وأجي أخذها. تقول عدى 2 3 شهر، هذا كلام قديم قبل الجوالات وقبل كذا. تقول وما أتصل الرجال ولا كذا. تقول وظل واحد من أخواني يعيرني، يقول لي أنت مشؤومة، يا المشؤومة يا المشؤومة، العريس شكلها طفش وبطل، يا المشؤومة يا المشؤومة. تقول لا إله إلا الله، يا نزل على قلبي من الهم،
لكني لزمت تلك الدعوة: يا جبار السماوات والأرض اجبر كسر قلبي. وبعد تقريبا ما يقارب شهرين وإذا بباب البيت يطلع على أخوي: من؟ قال: هذا بيت فلانة بنت فلان. قال: ايوه انت؟ انا. قال: اخوها. قال: انا فلان ابن فلان ابن فلان ابن العريس. حياك الله، تفضل. وين عمتي؟ يعني تقول قابلني وقبل رأسي وقبل يدي بكل ود وكل احترام، وكان شاب عليه علامات يعني سمات الصلاح والالتزام وكذا. تقول: وخبرنا وقال: ترى أبوي مات رحمة الله عليه، مات والله وكان يأثث البيت، والآن نصيبك من الميراث. يعني ذكر مبلغ تقريبا 10 ملايين، نصيب هذه المرأة بس 10 ملايين ريال. تقول: أخوي لو سمع المبلغ هذا كاد يجن. قال: وأنت الآن أنا جيت أدورك يعني بر بأبي وبراء للذمة، وأنت بنسلمك المبلغ، لكن شوفي أنت تختارين من أخوانك توكلينه حتى يقوم باستلام المبلغ وكذا. قالت: لا، أنا أوكلك أنت وكلك، أنا ما أوكل أحد من هذولين. تقول: قال: خلاص خير إن شاء الله. تقول: بكرة يمرني ويأخذني ونروح كتابة عدل وأسوي له وكالة، وما هو إلا وقت يسير، ويفتحوا لي حساب في البنك ويودعوا المبلغ في حسابي. تقول: وأغناني الله عن من يعني كانوا يسوون لي. أبدا، اشتريت هذه الأرض وعمرتها